هذا آخر نهار في حياتي. هكذا قال جوزيف، شاب فرنسي عنده 32 عام، واللي تحكم عليه بالإعدام سنة 1906 حيث كان متهم بجريمة قتل. خرج جوزيف من الزنزانة ديالو وهو متأكد باللي ما غاديش يرجع ليها، وباللي هادي آخر اللحظات في حياته. ملي وصلوا للقاعة ديال الإعدام، منفذ حط الراس ديال جوزيف بين الخشبات ووجد الشفرة ديال المقصلة. ملي طلقها باش تهبط ويتم الإعدام، وقفت على بعد 5 سنتيمترات من الراس ديال جوزيف. كلشي بقى مصدوم وممتيقش داكشي اللي واقع. طلع المنفذ الشفرة عاوتاني وطلقها، والمفاجأة أنه عاوتاني حبسات قبل ما توصل لجوزيف. ملي عاود المنفذ للمرة الثالثة وما صدقاتش، جوزيف بدا كيبكي، حيت حسب القانون الفرنسي سنة 1906 إلا ما صدقاتش عملية الإعدام في 3 ديال المحاولات يتم الإلغاء ديالو. ومن بعد 5 سنين في الحبس تم الإفراج على جوزيف.